الكروان اتحبس. في اللي فات يا معلم ظهر لها فيديو ويرد جدا. انا ما اعرفش ليه القضيه دي اتعملت. يا نهار اسود، قضيه؟ لا بقول لك ايه، اهدى كده وفهمني. انا بريء من فتش المطبخ. انت مش طلعت قلت انكم متجوزين؟ طلعت مسيف حضرتك. مسيف ها؟ طب معلش يا كروان، انت بتقول انك بريء من فيديو المطبخ يا اسطى، انت في الفيديو صباح الفل ولا انت قصدك ايه؟ هوسكا خطيبها سرق الفون بتاعها ونشر لنا فيديو داخل البيت. استنى، في انا مش فاهم مين خطيبه مين ولا مين مرات مين. يعني انت المفروض كنت معاها وهي مخطوبه وخطيبها سرق التليفون عشان يفضح خطيبته اللي كانت متصوره مع صاحبها في المطبخ. الناس الوسخه دي ايه ده يا كروان؟ وانت طلعت من المانيا؟ اما ما يعرفش توقف الصوره حطها في الكومنتات. بعيدا عن سلبياتك يا كروان، انت احسن حاجه فيك ان انت مش بتهون عليك العيشه. هي مسكله اتاب اصلا. النهايات اخلاق فعلا. بس يا كروان اللي انا فاهمه من كلامك انك متجوز، وانت طلعت قلت ده في كذا فيديو لايف، ومش الاخيره دي بس اللي انت قلت عليها انك متجوزها. لا انا ما اتجوزتش ولسه صايمه انا. وبترجعوا تزعلوا من المزاحم معاك. بعيدا يعني عن انك زي ما انت، انا عندي عتاب عليك، ليه تقول عنوانها في لايف؟ انا اللي منزله عنوان بيت عشان شقتي مفتوحه. لا ده النهايات اخلاق بجد بقى. بس ثانيه واحده، انت واقف وماسك جايزه وبتاع، يعني اوعى يكون اللي في بالي. مبروك على التكريم في المهرجان النهارده. بصراحه يعني كده معلم، الموضوع مش داخل دماغي قوي. اصل هيكرموك على ايه؟ ما بالعقل. انا هسال رئيس المهرجان نفسه. الناس لو تسال هتعرف ان هو ما كرمش. الجايزه اللي كانت معايا دي بقى منين؟ كده من صديقه بقى لي. ايه شغل ابتدائي ده يا كروان؟ يعني طلعت متصور بجائزه واحده صاحبتك. انت كام سنه يا اخي على اللي انت بتعمله ده؟ وانت كام سنه؟ 30. طب انا راضي ذمتك يا معلمي، ده منظر 30 سنه؟ معلش نسيت، اصل كروان لو سالته السؤال مرتين بيجاوب اجابه مختلفه. مش مصدقني؟ طب بص، سنك ايه يا كروان؟ انا سني لسه 22 سنه. ولو ضغطت عليه اكتر ممكن تقل عادي. انت لابس 6 يا كروان. معلم ما يعرفش توقف الصوره حطها في الكومنتات. وبعدين تكريم ايه يا اخي اللي انت بتفكر فيه؟ ما كانش مسلسل عملته ده يا كروان. صح يعني كده يا كروان، انت عامل كام مشهد في المسلسل؟ انا طالع كومبار. بس انا كروان واضح ان المخرج كده شاف فيك حاجه عشان كده طلعك ديلك واقعي. بس انت يا كروان ساعدني يا عم. انا انسان فاشل. صح جدع. فالواحد بيتضايق يعني، اصل في كتير احق واقدر منك بكده، ولا انت شايفها ازاي؟ صحيح واي حد بيمثل يا كمال. ده انت ريجي حاوي يا اخي، ما انت لاي حد ده حرفيا. بس الحمد لله النقابه اتدخلت وغرمت الشركه المنتجه للمسلسل مليون جنيه ومنعت التعامل مع المخرج. سبحان الله يا اخي، اسمع على مسمى كروان مشاكل فعلا. بس صحيح يا كروان، ايه رايك في القرار؟ اشرف ساكن لسه بعت على الواتساب. حضرتك بتقول ايه؟ ده ناقص يقول لي محمد رمضان بعت له على الواتس. محمد رمضان كلمني على الواتساب وقال لي صوتك حلو كمل. بعت لك او ما بعتلكش يا كروان، مش دي المشكله. المشكله انك بتفتخر انه قال لك ان صوتك حلو. يعني مش عبد الحليم اللي قال لك صوتك حلو، ده محمد رمضان صوته اصلا مش حلو يا اسطى. يا اخي لما تيجي حور تحويره تنفعش. شيرين عبد الوهاب كلمتني وعامله لي فيتشر كده، قال لها فنان كبير. انا راضي ذمتك يا معلمي، ده لما بيجيب حاجه ياكلها بيطلع يصور ويعمل حوار. فشيرين عملت له فيديو وقرر يحتفظ بيه لنفسه. لا وشوف الجمله، عملت له فيديو عشان فنان كبير. يعني بعد فنان كبير ده يا كروان الناس كلها اقتنعت. بس اللي اعرفه يعني يا كروان ان الفنان الكبير بيمثل كتير، مش مشهد واحد يعني. اعتقدت فيلمين و10 مسلسلات. الهبدايه دي بروماكس. انا عارف يعني يا احمد، اصل معلش انا معلم الكرام مشاكل اسمه احمد. يعني حامو من نظرتي كان مش شايف موهبه وشايف ديفوهات وحروف واقعه يعني، بس مش عايز اكرهك في نفسك يعني. بس انا عايز اشوف الموضوع من وجهه نظرك انت، ليه شايف انهم ممكن يجيبوك في فيلمين و10 مسلسلات؟ يعني معلش بس ايه الميزه اللي فيك؟ كاريزماس اللي عندي مش عند حد. كايه لا كاريزماس يعني على ما اعتقد قصده كاريزما. ما تقول يا اخي جاذبيه. عامه يعني حمو لا دي موجوده ولا دي موجوده. بس حمو يعني كده بصراحه انا عايز افهم، انت شايف صوتك عامل ازاي؟ صوتي من ال10 المميزين فيك يا مصر. هم حددوهم امتى 10؟ وايه ال10 المميزين في مصر في الغنى دول؟ وليه مش 11 او 9؟ جمله بصراحه اول مره اسمعها. الولد ده معلمي بيهبد هبد تقيل. بس انت حمو كان عندك سؤال. انتوا عارفين ليه السكر احلى من الملح؟ انا حاسس بطاقه غباء جايه، بس هسالك يعني ليه يا كروان؟ عشان ما حدش بقى بيسوق الملح. اركن بقى التجاره كلها على جنب، وبكده معلمي عرفنا ليه السكر اغلى من الملح. بص انا مش هشتم، بس عايز اعرف لو ربنا كرمك في يوم من الايام هتعمل ايه؟ ربنا هيكرمني وهعالج نفسي. تبقى عملت معايا واجب ومع معلمي ومع المجتمع والناس كلها والله. بس يا كروان يعني انا سمعت طرطيش كلام كده ان انت بتقول انك بتغني في افراح، الكلام ده حقيقي؟ تاخد كام في الفرح؟ باخد 25,000. 25,000 جنيه؟ ولا تسوي جنيه ولا تساوي جنيه فعلا. لا بصراحه انا عاوز اعرف مين اللي هيدفع فيك 25,000 جنيه عشان لا تغني ايه؟ عشان تبوظ الفرح ب 25,000 جنيه. بعدين صحيح يعني هو الكلام ببلاش يعني، هو احنا مش فاكر فرح واحد او فرح عرسه حتى اللي فاكر نفسه تامر حسني ده كمان. انا الاول في الوطن العربي على التيك توك. بس والله يعني يا معلمي كل مدى الترندات بتقل غرورها. مغنيسو كان بيقول ان هو الاول في العالم، لكن حمو في الوطن العربي بس يعني ما شاء الله. لا وشوف الثقه، انت شغال ايه يا حمو بقى على كل ده؟ انا حضرتك انا محامي. لا اله الا الله يا ابني، احنا مش قلنا في الحلقه اللي فاتت ان انت معاك ليسانس حقوق وقلت لا؟ انا مش معانا ليسانس حقوق، انا اعلى من كده. النسيان عامل معاك احلى واجب. انا كمان يعني معلش بانك بقيت احد الناس الموجوده في السوشيال ميديا، شايف البلوجرز او الناس بتاع السوشيال ميديا ازاي؟ بتوع السوشيال ميديا مش كويسين. لا وانت اللي كويس يلا. لا وبيشتم مكان هو فيه. بص انا مش هقول لك ان التعميم مصيبه، بس هقول لك يعني مثلا حد زي حديده ودنيا يعني ناس طيبين. حديده مش بتكوس، دنيا تكوسها فين حضرتك؟ حتى دول. بس كمان يعني انا مش عايز اتكلم، انت كنت لابس ست وعمال ترقص فيديو. بقول لك انا حاسس ان الدنيا ساقعه، استنى كده اظن كده احلى كتير. انا وصاحبتي بنبدلوا اللبس. ايه الجمله دي اصلا يا اخي؟ حرام عليك والله. يعني المفروض ان صاحبتك البنت انت بتبدل معاها اللبس وده طبيعي صح؟ بس انا حمو انا عايز اعرف انت شايف نفسك ازاي؟ يعني شبه مين مثلا؟ انا فنان معادل دلوقتي
محمد رمضان. طب والله كمان فيكم حاجه مشتركه، انتوا الاثنين صوتكم وحش وبتغنوا ما شاء الله. بس يعني بصراحه كده معلمي اعتقد حاجه لها علاقه بعلم النفس شويه. الحاجات اللي انت بتقولها وتصرفاتك بتبقى يعني الى حد ما مبنيه على مواقف قديمه وانت طفل. يعني مثلا لو انت صغير ولقيت اهلك بيهتموا بحاجه معينه فيك، يبقى انت اكيد هتطلع بتحب الحاجه دي واكيد هتشوف نفسك فيها. فانت كمان يعني صارحني ايه اللي خلاك عاوز تغني، او معنى صح يعني مين وانت صغير اللي شايفه عندكم كان مغني او كان عايز يبقى مغني فانت عايز تبقى زيه؟ ام كلثوم كانت صاحبه ست على فكره. هبدا يا مان، صباح الفل عليك. الهبد بقى للركب هنا حقيقي. طب كمان معلش انا عارف ان تعبك معايا، بس انت شايف حد ممكن يبقى منافس ليك يعني؟ ما حدش هيبقى سهل، نجوميه وفن كبير. نجوميه وفن كبير وفي مين؟ في كروان. حاسس ان احط عنوان للحلقه وهو الكلام ببلاش. طب يا كروان انت كنت قلت ان انت محامي وطلعت بتكذب، فانت يعني صارحني كده انت معاك ايه؟ ثالثه اعدادي وثانويه عامه. شوف المعلومه يا اخي ما فيهاش حاجه، بس انا برضه مش مصدقك، مش عارف حاسس انك بتكذب في حاجه برضه. طب بعيدا يعني عن ده، بما انك يعني بتقول على نفسك فنان وكده، فانت يعني بتصرف كام في اليوم؟ تعدي مصاريفي ال 5000 جنيه يوميا. 5000 جنيه يا اخي، ده نجيب ساويرس وده ملياردير. لما اتسال بيصرف كام في اليوم قال لك 2000 او 3000، وانت جاي تقول لي بصرف 5000 في اليوم؟ هقول لك ايه؟ هقول لك الكلام ببلاش. بعدين معلش انا كمان انا عايز افهم هو كام حرف واقع؟ انا عارف ان في حرفين بيقعوا تقريبا، الحاء والساء والسين. هو انت متاكد ان دول بس اللي بايظين عندك؟ طب بص يا كمان ما علينا باللي انت بتهبده من ساعتها، وقف بقى كده لان انا حاليا هتكلم جد. فلو عايز تقفل على كده معلمي وتكتفي بالكوميديا حقك، ولو عايز تسمعنا معلمي برضه حقك. الكرام مشاكل يا معلمي او احمد هو واحد مش بكامل القوى العقليه، على كلامه ان هو من ذوي الهمم ومعاه كارنيه وحاجات كده، واحنا بصراحه ما نعرفش صحه الكلام، وكلامه مش مصدق بالنسبه لنا قوي لان هو طلع كذا مره وكده. بس هو زي اي حد معلمي لقى نفسه فجاه طلع ترند، فاتغر شويه والفلوس والشهره هبلته فقعد يقول اي كلام، وهو ما شاء الله عنده طاقه انتقاميه جباره. ودول يعني معلمي الدخول في تفاصيل حبسه او السبب، فلو تاخد بالك يعني كده معلمي معظمهم اتحبس. انا حابب اقول لك يا معلمي مش يا كروان ما تزعلش على نفسك، واديك شفت اهو اللي بيجي سهل بيروح سهل، والترند يا معلمي زي ما قلنا هو فتره وبينتهي، وربنا يسترها علينا وعليك يا معلمي. فما تبصش مثلا لشهره حد او فلوس حد، لان اللي بيجي سهل بيروح سهل، والشهره ده معلمي اي حاجه من الاثنين، يا نعمه يا نقمه، وهي زي ما انت شايف كده معلمي بقت نقمه عليه فعلا، وربنا يسترها على الجميع يا معلمي ويفك دية كل مكروه. وما تنساش يا معلمي تقول لك اتكلم عن مين الحلقه الجايه، وهتلاقي صفحه جديده انا معلمي في الكومنتات وابص عليها. يلا سلام.